يشهرون طول اللي حرسوا بالوطن وترابه، حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبواب، يشهرون طول اللي حرسوا بالوطن وترابه، حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبواب. عملية نوعية استخبارية تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عصابة تزوير مكونة من موظفين بينهم نساء في هيئة التقاعد العامة ومحامين ومعقبين يقومون بترويج معاملات تقاعدية مزورة طالت نوابا وأعضاء في مجلس الحكم متوفين، بالإضافة إلى تحويل عناصر في تنظيم داعش إلى شهداء ومتقاعدين. هم أصلا يعني سيدي دواعش، فشي يسوون سيدي؟ يسووهم إنه هذول الأشخاص من العمليات الإرهابية مصابين وعندهم نسبة عجز، يسوون لهم أوراق تحقيقية سيدي، ويحيلوهم لجان طبية، ويسوون لهم رواتب مال الضحايا الحرب. هاي الهوية الشخص متوفي عضو سابق مجلس النواب، وانعرضت الهوية تقريبا ب6 دفاتر لتنباع عن طريق أبو هاشم، يدخلون بها شخص أنه وكيل عن هذا الشخص المتوفي، وهذا المتوفي خارج العراق وعلى قيد الحياة، وكانت بها سيدي تقريبا تنزل بها فروقات حدود 200 مليون. العصابة المكونة من 29 متهما تعد الأكثر احترافية في مجال تزوير معاملات التقاعد نتيجة عملها منذ عام 2003، حيث تمكنت من إنجاز معاملات بالآلاف لغير المستحقين وفق اعترافات عناصرها، بالإضافة إلى عملها على سحب قروض مصرفية بوثائق مزورة ما كلف الدولة مبالغ طائلة. أي شخص عندك عمره فوق 45 سنة أو 46 سنة ما عنده راتب تقاعدي، أخليه على ملاك الوزارة اللي أداوم بيها، وأحيله على التقاعد، وراتب شهري من 600 إلى 700 مع مكافأة نهاية خدمة. متابعة وإشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من اختراق وتفكيك شبكة تزوير بعد أخذ الموافقات القضائية الأصولية. وفي هيئة التقاعد العامة تم القبض على 29 متهم من الموظفين ومعقبين، وأثمرت عن توفير ما يقارب 30 مليار شهريا لميزانية الدولة. انتزاع دائرة التقاعد العامة من سيطرة هذه الشبكة ساهم إلى حد كبير في تسيير معاملات المتقاعدين بانسيابية أكثر، بعد أن كان المنتمون لهذه العصابة يتعمدون تأخيرها لعدة سنوات مقابل مبالغ مالية. صار لي 6 سنين راجع على مود الغبارة، على مود ما تبقى من الجايز. جماعة خذوها هي الواسطات، والمثل حالي ظل وراك شباب. وإذا كانت حقوق المتقاعدين لم تسلم من التلاعب والسرقة بتواطؤ من موظفي دائرة التقاعد، فكم دائرة حكومية تحتاج إلى مثل هذه الحملة الأمنية. وتعمل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على متابعة العديد من ملفات الفساد وملاحقة عصابات الاحتيال والجريمة المنظمة منذ عدة أشهر، سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام القادمة.